اخبار النادي الاهلي. امام عاشور النهارده اتعملت عليه غرامه مليون جنيه. تعالوا نشوف دي ايه اسباب الغرامه. ومش انا والله اللي منزل الاسباب دي، اللي منزل الاسباب دي جريده مش لازم نقول اسمها دلوقتي، ولكن ممكن نقوله في اخر الفيديو. اول حاجه، امام عاشور كان غضبان جدا من عدم المشاركه في المباراه اللي فاتت الافريقيه. تمام، وابدى غضبه جدا لعدم المشاركه في المباراه. فبعد اللقاء حصلت مشاده بينه وبين الشناوي بيقول له يعني افرد وشك من الاخر كده. قال له انت مالك انت، وانت اللي اتعلمنا اضحك ولا ما اضحكش وكلام زي ده. فحصلت المشاده. فكابتن محمد رمضان ادى عقوبه عليه مليون جنيه. ده اول خبر لامام عاشور، وبدات الغرامات تخش مع امام وكهرباء. تاني اخبار النادي الاهلي اللي هتزعل كتير قوي من جماهير النادي الاهلي. هيزعلوا على لاعب معين وما ينفعش ما يزعلوش عليه. مدحت شلبي بيقول الاهلي استقر على عدم التجديد للثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وعمرو السوليه. هنقول عمرو السوليه من جماهير الاهلي مش هتزعل عليه، لان الراجل خلاص يعني هو جدد سنه بالعافيه. تمام. لكن علي معلول يعني ايه؟ مش هتجدد لعلي معلول، الراجل اتصاب وهو بيلعب معاك، طلع عينه وهو بيلعب معاك. في الاخر ما تجددلوش. ما اعتقدش ان ده هيبقى رد الجميل او حاجه كويسه جدا لعلي معلول من النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي كده كده بتحب علي معلول، ولكن كنادي اهلي ان يعمل معاه نقطه زي دي مش حاجه حلوه، واعتقد كل الجماهير مش هيعجبها حاجه زي كده. اما بيرسي تاو بقى فعايز من الاخر كده 600 الف دولار عشان يمشي. مش هتمشي خلاص، انا مكمل عقدي معاك وهمشي ببلاش. ده بيرسي تاو. واعتقد ان ممكن يكون من حقوقه، هو بيدور على حقوقه كلاعب وملوش دعوه النادي اللي لعب فيه. هو كده كده كان لاعب اجنبي بيلعب بيجيب بقى بطوله مش بطوله، هو جاي عشان خاطر الفلوس. فبيرسي تاو هيرحل عن النادي الاهلي لو خد المبلغ اللي هو عايزه. ما خدوش خلاص، هو متواجد لغايه ما ينتهي عقده ويمشي او يرحل ببلاش. لكن علي معلول الموقف اللي بيحصل معاه وكلام، وافتكروا كلام كابتن محمد رمضان على علي معلول بالذات، كلام زعل ناس كتير قوي، وبخصوصا الاهلاويه اللي بيفهموا. في اهلاويه يقول لك ما خلاص هو كبر، يمشي مش عارف ايه. يا راجل ده حتى اجدد له. انا عارف ان الكوره ما فيهاش عواطف، ولكن ده واحد اتصاب وهو بيلعب. فلسه يعني لسه عند علي معلول، ما تزعلش مني. انت ما عندكش باك زيه، ما عندكش باك شمال لغايه دلوقتي زيه. يعني يحيى عطيه الله عمره ما هيجيب 10% حتى من علي معلول من اللي كان بيلعبه. فلو جدد ولعب وجاب ليه لا؟ لكن ما اعرفش، دي اداره النادي الاهلي. في تصريح جميل جدا وواعي جدا ويثبت انك مدرب كويس جدا يا كابتن حسام البدري، رغم انك ما كنتش بتضحك خالص يعني. قال لك الاهلي لغايه دلوقتي ما عرفش يعوض او يلاقي لعيب بجوده عبد الله السعيد. خلي بالك يا كابتن بقى، هو ما فيش حد في مصر كلها هيعمل زي عبد الله السعيد او يحاول يعوض حتى عبد الله السعيد ب 5% منه. عبد الله السعيد لاعب يعني بيتكرر كل 20 30 سنه، مش هتلاقي زيه. فتصريح بصراحه 10 على 10 منك يا كابتن حسام. اخر حاجه بقى ودي اللي هتضحك الكل، ابراهيم فايق بيقول بتختاروا ازاي رجل المباراه في الدوري. طه عزت بيقول ضيوف الاستوديو التحليلي للمباراه والمعلق هم اللي بيختاروا في الدقيقه 85 مين رجل المباراه. هي بتتقاس كده؟ مش عارف. هي بتتقاس كده يعني ضيوف الحلقه هم اللي بيختاروا راجل المباراه، مش رجل المباراه مثلا احسن واحد لعب او احسن واحد ادى او اللي عمل اهداف. لا، ممكن واحد ينزل ياخد رجل المباراه وعشان الضيوف هم اللي اختاروا ومعلق المباراه. ما اعرفش هي بتدار ازاي، بس زي ما انتم شايفين بتدار بالطريقه اللي هم بيقولوها.